هالو شوجر. خليني اقولك، مش سبب خالص يدي لحضرتك الحق ان انت تخدع اللي قدامك وهو مديك كل الامان ومديك غلاوة وقرب في حياته ومديك مساحة واهمية في حياته كبيرة. مش ذنبه ان انت تغدر بيه، ان انت توجعه، ان انت تأذيه، وهو مش عارف حقيقتك، هو مخدوع في حضرتك. يعني انت سبت كل الناس الكويسة وجاي على الحد ده وهو ده اللي تيجي تغدر بيه؟ مش ذنبه. انت ما تعرفش مدى التأثير ده على نفسيته، او حتى انه يرفع ايده لربنا ويقول يا رب. يعني انا مش هقولك انه هو هيدعي عليك، هو هيقول يا رب بس. فكلمة يا رب اللي هو ايه؟ يعني انا بفوض امري ليك، انا مش عارف اعمل ايه. فليه توصلوا الناس لكده؟ دي حاجة كبيرة قوي على فكرة. ما تفتكرش ان انت نفدت من اللي انت مثلا عملته، انك غدرت باللي قدامك. لازم يا جماعة ننضف بجد. يعني انت في لحظة انت مش ضامن عمرك تعيش ثانية واحدة، مش هقولك دقيقة. فليه انت تأذي الناس؟ انت ما تعرفش لما الشخص ده انت تكون قريب منه او غالي على قلبه وتيجي تأذيه، الأذى بيكون كبير بالنسبة له، لأن انت حد قريب منه قوي، ما كانش متخيل ان انت ممكن تعمل فيه كده خالص ولو لثانية. ما بتكونش الضربة اللي انت ضربتها له قاسية عليه قوي من قوتها عليه، لأ، من قربها منه ليه، ان هي جت من حد قريب منه اللي هو حضرتك. فياريت يعني نتعالج. سهلة، يعني سهل ان احنا نتعالج والله يا جماعة. شكرا.